السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور أورانس براون دكتور أمريكي من أشهر الأطباء في طب العيون، ملحد لا يعترف بوجود الإله. يقول: رزقت ببنت لكن ولدت وعندها مشكلة. بنته اسمها هيرلين. يقول: مشكلتها في القلب، وبحكم كوني طبيب أعرف أن هذه المشكلة لا علاج لها. علاجها صعب جدا، أن يفتح القلب بعد كل فترة زمنية، ولو أجريت هذه العمليات لا أمل لها بالشفاء. يقول: تحول جسدها من منتصف الصدر إلى أسفل الجسم كله إلى اللون الأزرق المائل للسواد. ذهبت بها إلى المستشفى، أدخلت العناية المركزة. ذكروا لي الأطباء أن حالتها لا يمكن علاجها. أحاط بها الأطباء والأخصائيون في غرفة العناية. النبض متدني، اللون أزرق، البنت في حالة إغماء، حالتها ميؤوس منها. خرجت من غرفة العناية وأنا مهموم حزين، أمشي داخل المستشفى. وقعت عيني على غرفة مكتوب عليها باللغة الإنجليزية مكان للصلاة. توقعت أن في داخل هذه الغرفة تماثيل صلبان معلقة. دخلت الغرفة لم أجد شيئا من ذلك، فراش نظيف وكتب اللي هي المصاحف. الغرفة طبعا أعدها أطباء مسلمين في المستشفى. يقول: دخلت فصليت لأول مرة، طبعا ليست كصلاتنا، إنما عنده الصلاة هي المناجاة، يعني ناجيت الإله. يقول: قلت في هذه اللحظات داخل الغرفة، قلت: أيها الإله الذي يعبدك الناس في هذه الغرفة، إن كنت موجودا حقا اشفي بنتي، فإن شفيت بنتي أعدك بأن أبحث عن أحب الأديان إليك. بهذا النص: أيها الإله الذي يعبدك الناس في هذه الغرفة، إن كنت موجودا حقا اشفي بنتي، فإن شفيت بنتي أعدك بأن أبحث عن أحب الأديان إليك. جلست في الغرفة من 15 دقيقة إلى 20 دقيقة وأنا حزين مهموم. خرجت بعد ذلك إلى غرفة العناية المركزة فسمعت أصوات. دخلت فإذا بالأطباء كل واحد منهم ينظر إلى الآخر مندهشين مستغربين. هناك أمر ما حدث. قلت: ماتت البنت؟ قالوا لا. ما الذي حدث؟ قالوا: شفيت البنت. كيف؟ قالوا: لا نعلم. النبض ممتاز، اللون الأزرق بدأ بالاختفاء، البنت مستيقظة كأنها لم تصب بالمرض تماما، شفيت. قالوا: لا تحتاج إلى عملية، بنتك ستعيش، بنتك شفيت. يقول: أيقنت بأنه موجود وبقي أن أفي بوعدي. من هنا بدأت البحث عن الدين الحق. سنوات أمضيتها أدرس النصرانية من طائفة إلى أخرى، وجدتها كلها متناقضات. درست في اليهودية فترة زمنية، وجدتها كلها متناقضات. بدأت أبحث في دين الإسلام فوجدت فيه الإجابات الشافية لجميع أسئلتي، ووجدته دين محكم لا تناقض فيه. اقتنعت تماما في دين الإسلام أنه هو الدين الحق. شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أعلن إسلامه، والآن هو داعية يطوف البلاد يدعو إلى الله تعالى، يؤلف كتب تدعو إلى الله تعالى. موجود، وأنا قابلته شخصيا في المدينة المنورة في المستشفى المغربي طب العيون بالمدينة. قصة واقعية. أيها الأحبة، يا من أحاطت بكم الهموم والغموم والأحزان والديون والأمراض والمشاكل الأسرية، لا ترفع جبهتك من الأرض إلا وقد بثثت همومك وأحزانك إلى الله. لا ترفع جبهتك من السجود وبقي حاجة لم تسألها الله سبحانه وتعالى. انكسروا بين يدي الله، اصدقوا مع الله، اذرفوا الدموع والخشوع والخضوع بين يدي الله تعالى. الذي استجاب لعبد الله براون، طبعا غير اسمه من أورانس براون إلى عبد الله براون، الذي استجاب له وهو ملحد لا يعترف بوجود الإله، ألا يستجيب لك وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنت ساجد بين يديه؟ بلى والله سيستجيب الله دعاءك، لكن أر الله من نفسك خيرا واصدق مع الله وتضرع وانكسر بين يديه. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في برك وبحرك أجمعين. صلى الله وسلم على نبينا محمد.